هلو هلو. النهارده السيرم بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه هو الانتي ايجن. ده اكتر سيرم او المعروف يعني تجاريا الريتينول. اكتر سيرم كلنا محتاجينه بعد سن ال25 سنة. هتقولي لي ليه بعد سن ال25 سنة؟ ليه بعد سن 25 سنة؟ عشان الكولاجين بيبدأ يقل في الجسم تدريجي بعد سن ال25، وعلى ال30 و35 بيبدأ يقل خالص في الجسم كله. فاحنا بنكون محتاجين ان احنا نعوض ده، ان احنا نستخدم حاجة بتحفز انتاج الكولاجين في البشرة، وكمان بتحارب علامات التقدم السن، وبتحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة. وهو ده اللي السيروم الريتينول بيعمله. اول حاجة هو فيه ريتينول 1%، و3 فيتامين وهيلورونيك اسيد. وده اكتر حاجة بحبها في سيرومات ديرماتان، ان بيكون فيها هيلورونيك اسيد عشان ترطب، لان السيرومات دي بتكون قوية. يعني سيرومات التقشير او الريتينول او الحاجات، السيرومات دي بتبقى قوية. احنا بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه يعني انا شايفه دايما بندخله تدريجي للبشره، يعني ممكن من مرتين ل3 مرات، مش ورا بعض، يعني يوم ويوم، ويكون بالليل بس. وضروري لو هتخرجي تستخدمي تاني يوم سان بلوك او سان سكرين قوي، يعني ما يكونش حتى اقل من 50%. ليه؟ لان فعلا السيرامات دي بتقشر وبتعمل انتاج للكولاجين، بيبقى الموضوع صعب على البشره وبيبقى هارش قوي. فما ينفعش ان احنا نكون بنستخدم حاجه قويه ونخرج تاني يوم من غير سان بلوك او اي حاجه تحمي بشرتنا. طبيعي هيطلع فيها حبوب وتلتهب وتقشر، وده احنا مش عايزينه خالص. برشحه جدا لاي حد عنده فوق ال25 سنة ومحتاج انه يستخدم ريتينول. التركيز بتاعه حلو ومناسب جدا للبشرة. وبس كده.